ناس كتير مننا بالصدفة راح يعمل أشعة تلفزيونية اللي هو السونار ده على البطن، فاكتشف إن هو عنده كبد دهني أو دهون على الكبد زي ما إحنا بنسميها. إيه أسبابها؟ أعراضها، طريقة علاجها، ده اللي هنعرفه مع بعض النهارده إن شاء الله. الكبد الدهني اللي هو بالظبط معناه إن في دهون موجودة جوه خلايا الكبد بنسبة ما معينة يعني. أعراضها هي ملهاش أعراض، يعني أنت ما بتحسش بحاجة طالما لسه الدهون ما وصلتش لمرحلة عالية. طب إيه اللي ممكن يحصل بعد كده؟ اللي بيحصل بعد كده إن الدهون دي لو زادت عن نسبة معينة تبدأ تعمل تليفات في الكبد، وتوصل في الاخر ان الكبد نفسه يبقى متليف ويطلع بره الخدمه زي ما بنقول وما بيشتغلش. والكبد طبعا احنا عارفين ان هو عضو مهم جدا في جسمنا يعني. طيب، هل الدهون الكبد دي او الخلايا اللي بتاعت الكبد اللي فيها دهون دي ممكن ترجع تاني طبيعي؟ اه ممكن ترجع تاني طبيعي. دي حاجه كويسه جدا. بس الخلايا المتليفه طلعت بره الخدمه خلاص، ما بترجعش تاني. طول ما لسه دهون على الكبد انا في ايدي ارجعها تاني. ما حصلش التهابات في الكبد وما وصلتنيش بعد كده لتليف الكبد. نعرف الاول اسبابها. اول حاجه تبقى عارفها هي زياده الوزن. الوزن الزياده يا جماعه لما بنيجي نقول المفروض نحافظ على وزننا وننزل وزن يبقى فيه وزن زياده، ده مش منظر ولا رفاهيه، ده عشان صحتك فعلا بجد. لان انت النهارده لو انت عندك كبد دهني ده معناه، او عندك بطن، او عندي دهون زياده في جسمي، جسمك ما بيجيش مره واحده كده يطلع بره الدنيا تحت الجلد ويقوم عامل لي دهون. لا، معنى ان انا عندي كرش او زياده وزن ودهون ماليه جسمي معناه ان جوه في كميه دهون كبيره جدا على الاعضاء الداخليه وبين الاعضاء في خلايا الاعضاء دي، ومن ضمنها الكبد طبعا اللي هو كبد الدهن اللي احنا قلنا عليه. يبقى اول حاجه سببها زياده الوزن. الحاجه الثانيه بعض الحاجات اللي بناخدها غلط اللي هي برضو بتؤدي لزياده الوزن وتؤدي لارتفاع دهون الدم. زي ايه؟ حاجات السوبر ماركت كلها، الدهون المهدرجه اللي بقت موجوده في اغلب الحاجات. وكنت يعني اتكلمت قبل كده على القهوه اللي هي الاثنين في واحد والثلاثه في واحد، وعملت حلقه عنها وقلت يا جماعه دي غلط ومفيش داعي، لان جواها زيوت نباتيه مهدرجه. دي من الحاجات اللي بترفع، لو انا باخدها كل يوم، وطبيعي احنا بناخدها كل يوم، بترفع دهون الدم، الترايجليسرايدز والكوليسترول بتاعت الدم. الحاجه الثالثه المهمه جدا، الحلويات اللي بتيجي من بره والحاجات اللي بتيجي من بره بتاعت السوبر ماركت دي كلها حاجات برضو بتتحلى بحاجه اسمها فراكتوز كورن سيرب، او بيسموه عندنا عند العطارين يقول لك سكر الفركتوز او سكر الفاكهه. وطبعا ده صناعي. ومن الاسباب اللي اتعمل عليها دراسات كتير قوي ان هي بسبب من اسباب غير زياده الوزن، امراض القلب والكبد الدهني والجلطات وزياده دهون الدم. دي كلها اسباب للكبد الدهني. الحل بتاعها زي ما بنتكلم دايما، نزول الوزن ده اساسي، امنع السناكس الغلط، ما اخدش حاجه كل يوم دهون مهدرجه ودهون نباتيه ومقليات وطريقه اكل غلط. كل دي هترفع لي دهون الدم وهترفع لي زود الدهون في جسمي وهتعمل لي الكبد الدهني. اول بقى ومارس الرياضه طبعا ده اساسي، وشرب الميه مهم جدا. كميه قلتها كذا مره يا جماعه، احسبوا لنفسكم كميه الميه اللي انت محتاجها. انت محتاج 20 مللي لكل كيلو جرام من وزنك، من 20 ل 30 مللي. احسبها وقسمها لي كل ساعه تاخد قد ايه ميه في اليوم، ما تاخدهاليش مره واحده. الحاجات دي كلها لو عملناها هنعالج الكبد الدهني ومش هيحصل لي مشاكل، بالذات لو انا عندي امراض تانية مزمنه زي امراض الضغط او امراض القلب او مرض السكر النوع الثاني. محتاج بسرعه جدا تاخد خطوه عشان ما نوصلش للمرحله ان نسبه الدهون تعدي النسبه الطبيعيه وابدا ادخل في مشكله التهابات الكبد اللي بنعرفها لما بنعمل تحليل انزيمات الكبد طبعا بتطلع عاليه. ولا قدر الله لو بعد كده كملت بنفس الطريقه بيحصل تليف في الكبد اللي هو ملوش حل ان يعني نرجعه تاني، والخلايا المتليفه ما بترجعش تاني.